انا من برضه جايه ايصالات امانه. كنت فاتحه، كنت مرات ظابط، وكنت فاتحه محل عشان عندي 6 اطفال. كنت فاتحه محل. الدنيا لما الحاله الاقتصاديه لما وقعت في البلد كلها تعثرنا في دفع الاقساط للشركات اللي بتورد لنا. بقت الموضوع ايه؟ نكتب ايصالات بقى خلال ما واحنا في المكان. انت بتكتبي شيكات على بضاعه بقى بتشتريها بالاجل على الابيض وتبيعيها؟ لا، بندفع جزء ونخلي جزء. تدفعي جزء وتخلي كامله. ماشي. ندفع جزء ونخلي جزء. كل ده على الابيض. على الابيض ده حضرتك يبقى ليك 10 ليك 15 تفاجئ ان ليك لا كاتب 150 و147 ومليون. خلينا هنا داخلين ب 3 مليون 4 مليون جنيه. طب ماشي، احنا بنطلب تحريات المباحث ليه ما بتدلش ان دي. انا لما بكتب ايصال بكتب بناء على السمعه الطيبه، ما حدش بيكتب واحد ايصال الا ما يكون مضمون. لا ده احنا لسه جانا والشركات هي اللي دفعت علينا. طب ماشي. وبعد كده كنت جايبه زيها زي اي حد. انا اهو كنت جايبه بدك ثلاجه من شركه الشيماء، فوجئت ب 36 ايصال عليا. طب ما انا دافعه. لا مش الايصالات اللي عندي دي بناء على اللي انا دافعه. لا 36 تانيين بنفس قيمتي. والمحامي مش عايز، عشان المحامي يتنازل لفرد. في ناس مش لاقيه، عايز 1500 على كل ايصال.